انت لو جيت سألت اي حد انه تليفون احسن بتاع سامسونج ولا بتاع ابل، هيقول لك بدون تفكير ان كاميرات الايفون دي احلى كاميرات ومفيش منافس ليها. لكن سامسونج انت هتاخد منهم افضل سوفت وير واكتر مرونة. دي كانت الصورة المتاخدة عن الجهازين دول من سنة فاتت. لكن اللي حصل بعد كده ان ابل نزلت اي او اس 16، واللي كان فيه نقلة كبيرة جدا في السوفت وير، في نفس الوقت اللي سامسونج نزلت فيه الكاميرات اللي موجودة في الاس 23 الترا، واللي نطت نطة جامدة جدا في كواليتي التصوير. فهل ما زالت ابل احسن كاميرات وسامسونج احسن سوفت وير؟ اجابة السؤال ده بقت معقدة شوية. عشان كده انا هعمل سلسلة من 3 فيديوهات هتكلم فيها عن كل الفروقات اللي موجودة ما بين التليفونين دول. وهبدأ معاك بأول فيديو اللي هو ده، هتكلم فيها عن مقارنة ما بين الصور والفيديوهات اللي موجودة في الكاميرتين هنا. وبعد كده الفيديو اللي جاي هتكلم عن الاختلافات ما بين السوفت وير، واوعدك ان انت سواء كنت اي او اس او اندرويد، انت هتعرف امكانيات جديده ما كنتش تعرف ان هي موجوده في التليفون بتاعك خالص. وفي الفيديو الثالث هتكلم بقى عن الفروقات الرئيسيه في الشكل وفي البطاريه والاس بان والدايناميك ايلاند وكل الفيتشرز اللي موجوده في كل تليفون منهم. فاتاكد انك تكون عامل اشتراك في القناه ومفعل زرار الجرس علشان تعرف كل الفيديوهات دي لما تيجي. خلينا دلوقتي بقى نبدأ بأول فيديو والنقطة الكبيرة الجدلية ما بين التليفونين دول، أو زي ما بيقولوا كده the elephant in the room، وهي الكاميرا. فيلا بينا. أنا هنا هعمل معاك حاجة مختلفة شوية، إني هديلك أنت القرار وهعرض لك شوية اختبارات لصور وفيديوهات متصورة بالموبايلين جنب بعض، ومش هكتب لك اسم التليفون في الأول، لكن هقول لك عليه بعد كل اختبار عشان يبقى قرارك مش متحيز لنوع براند على حساب التاني. الاختبار الاولاني هو تصوير فيديو بالكاميرا اللي قدام، وانا شايف الكاميرتين بصراحه فيهم دايناميك رينج عالي قوي. هو الصوت دلوقتي طالع من التليفون ده، والالوان هنا انا شايفها وورم اكتر، او الالوان معمول لها معالجه بطريقه احسن شويه. لكن في التليفون ده اللي الصوت طالع منه دلوقتي في ميزه ان العدسه بتاعته اوسع، فجايب مساحه رؤيه اكبر، ودي بتبقى حاجه حلوه في الكاميرات السيلفي. والاتنين الاستابلايزيشن فيهم في الكاميرا اللي قدام سيء بصراحة. بعد كده ده مود اسمه بورتري فيديو في الاس 23 او سينماتيك مود في الايفون، والاتنين عاملين عزل مش وحش للخلفية، بس انا شايف الالوان في الفيديو الشمال حقيقية اكتر. فالبورتري فيديو ده محاولة كويسة من سامسونج، لكن لسه مش بنفس قوة السينماتيك مود اللي عند ابل. تاني اختبار هو صور السيلفي، فدي الصور من كل تليفون، بس انا شايف الصور اللي موجودة على الشمال الوانها افضل بصراحة. وفي التليفونين تقدر تاخد صور وايد بالعدسة اللي قدام، وده مثال تاني للصور الريجولر والوايد في الكاميرا السيلفي. وطبعا انت تقدر تاخد صور بورتريه بالعدسة اللي قدام في الموبايلين، والاتنين عاملين عزل حلو جدا للخلفية. لكن في التليفون الشمال ده انت تقدر تاخد صورة بورتريه ووايد في نفس الوقت، لكن الاوبشن ده في الاس 23 بس زي ما انت شايف، ومش موجود في الايفون. تالت اختباره عشان نبقى خلصنا الكاميرا الامامية في التليفونين، فالصور بالليل باستخدام النايت مود حلوة قوي في التليفونين دول، وده لما تستخدم الفلاش الامامي. فالصور اليمين دي تحسها عميقة اكتر ومدية جو سينمائي شوية. لكن الاتنين بصراحة في تصوير الفيديو بالليل كانوا وحشين جدا، فلسه الحتة دي ضعيفة شوية عند الشركتين. خلينا بقى نروح للكاميرا الرئيسية ونعمل رابع اختبار، وهنا هستعرض لك شوية صور في اماكن مختلفة بالعدسة الرئيسية، وده بدون اي تعديل او اي فلاتر، يعني مجرد تطلع التليفون من جيبك وتصور على طول. فالصور في التليفونين هنا احلى من بعض بصراحة، وفيهم دايناميك رينج رائع جدا ودرجة تشبع للالوان حلوة قوي. لكن هتلاحظ ان في صفة غالبة على الصور الشمال، ان فيها تشبع الوان اعلى شوية، والصور كلها منورة كويس، وكمان الصور بتاعتها سوفت اكتر. لكن الصور اليمين دي الوانها واقعية اكتر وشارب زيادة، وده اللي بيخليها في بعض المواقف تكون صورها مش حلوة قوي زي الصور الشمال. حتى لما ننقل على الوايد انجل في الكاميرتين هتلاحظ نفس الكلام، ان الصور الشمال تشبعها اعلى شوية، والصور اليمين الوانها حقيقية اكتر. ونفس الكلام كمان في الصور المايكرو، فالصور الشمال دي متصورة بالاس 23 الترا اللي بيوصل ل 200 ميجا بكسل. وزي ما كنت اتكلمت معاك قبل كده في مراجعة التليفون ده، فهو بيشتغل بتكنولوجيا البيكسل بيننج، وهو ان بيجمع كل 16 بيكسل مع بعض في بيكسل واحدة علشان يطلع لك صورة 12 ميجا بكسل بكواليتي عالية جدا. ولو عايز فانت تقدر تصور بال 200 ميجا بكسل كلهم بدون البيكسل بيننج ديت، او حتى تقدر تصور ب 50 ميجا بكسل، لكن الايفون بيصور لغاية 48 ميجا بكسل بس. وبصراحة الفرق ده باين فعلا لما تعمل زوم لغاية 100%.
هيبان تفاصيل اكتر في صور الاس 23 الترا. وبمناسبة الزوم فده خامس اختبار، فالتليفونين هنا مختلفين عن بعض في موضوع الزوم خالص. فالتليفونين اي نعم فيهم اوبتيكال زوم 3x، يعني العدسة بتتحرك فعلا عشان تقرب الصورة، لكن لما نعلى شوية ونروح لغاية ال 10x فهنا هنلاقي التليفون منهم لسه بيدي اوبتيكال زوم وهو الاس 23 الترا، لكن الايفون بيقلب ديجيتال زوم، يعني بيستريتش الصورة نفسها. واعتقد هنا الفرق بان وعرفت كل تليفون فين. بالاضافه بقى لنقطه تانية كمان بتميز الاس 23 الترا، وهي الزوم لغايه 100 اكس، واللي سامسونج مسميها سبيس زوم. فانت اكيد اتكعبلت على النت في صور الناس مصوره القمر بالزوم ده. خلينا دلوقتي نعمل الاختبار السادس واللي هو التصوير بالليل. فالتليفونين حلوين في التصوير الليلي، ولو ان انا شايف الصوره الشمال يعني الوانها فيها نسبه تشبع اكتر، وكمان اوضح شويه ومبينه التفاصيل اكتر، وكمان الكاميرا هنا موظفه الاي اي افضل عشان يقدر يعالج الاضاءه في المناطق اللي مش منوره قوي، في حين ان الصور التانية اللي على اليمين مطفيه شويه. والنتيجه دي مش بس في العدسه الرئيسيه لكن حتى في الزوم، فانت هنا عارف تقرا الكلام افضل، والاسماء المضيئه طالعه بلونها الحقيقي. وفي تجربة تصوير الفيديو في إضاءة ضعيفة فأنا مش هخفي أسماء الموبايلات لأن أنا شايف الاتنين وحشين جدا بصراحة. فزي ما أنت شايف السنسور بتاع الكاميرا سواء هنا أو هنا مش قادر يجمع كمية ضوء كفاية تساعده في الفوكس، عشان كده هتلاقي إن الصورة فيها رعشة كده. حتى لما تشغل الاستابلايزيشن في الكاميرتين فبرضه مش هيفرق قوي. واللي لاحظته حتى لقيت ناس كتيرة بتتكلم عليه هو النغمشة اللي موجودة في الآيفون، مع إني ماسح العدسة كويس لكن برضه لقيتها موجودة في أكتر من فيديو. لكن بالنهار بقى وفي اخر اختبار فالدنيا مختلفة خالص، فالاتنين احلى من بعض، وبالذات لو انا مشغل استابلايزيشن زي دلوقتي. لكن في الحقيقة الفيديو الشمال فيه كمية تشبع الوان افضل بكتير جدا، وباين قوي جمال ال HDR فيه اكتر من الفيديو اليمين. وطبعا تقدر تصور بالبورتري فيديو او السينماتيك مود من الكاميرتين، والاتنين عاملين عزل حلو للخلفية، لكن للاسف ما تقدرش تستخدم الاستابلايزيشن مع عزل الخلفية في الفيديو. واخر حاجه في المقارنه هنا هي التصوير البطيء او السلو موشن، فالاتنين بيصوروا لغايه 240 فريم بير سكند بريزوليوشن 1080p، وحلوين قوي حتى في الاضاءه الضعيفه. لكن بيزيد في الاس 23 الترا وضع السوبر سلو موشن واللي بيصور لغايه 960 فريم بير سكند بريزوليوشن 1080p، وده مش موجود في الايفون 14 برو ماكس. انا كده خلصت المقارنه الرئيسيه ما بين التليفونين دول، فانا حابب اعرف رايك وحابب اعرف انت شايف انه تليفون منهم يستحق لقب افضل كاميرا موجوده. فاكتب لي تحت في التعليقات رايك في التليفونين دول وانه موبايل انت شايفه الافضل. فاضل بس حاجه صغيره قوي عشان ابقى قلت لك كل حاجه انا اعرفها عن الكاميرتين دول، وهي شويه امكانيات موجوده في الاس 23 الترا مش موجوده في الايفون 14 برو ماكس. اول حاجه منهم هي تصوير الفيديو ال 8K، فالتليفون ده بيصور فيديو لغايه 8K 30 فريم بير سكند، ودي نقطة حلوة قوي. فانت تقدر تعمل كراب للمنطقة اللي انت عايزها في الفيديو وتطلعها بكواليتي 4K، فدي هتسهل لك جدا في التصوير. وبالمناسبة ال 8K مش ضعف ال 4K، هي 4 أضعاف، فلك أن تتخيل كمية الأوبشنز وكمية الكادرات اللي انت ممكن تطلعها من الفيديو ده. تاني نقطة هي المتعة في استخدام الكاميرا ديت، فانت تقدر تصور مثلا صور سيلفي عن طريق انك بس ترفع ايدك كده وهو اوتوماتيك هيبدأ يعد كاونتر ويبدأ يصورك، او ممكن عن طريق الاوامر الصوتية، فانت ممكن تقول له كلمات زي سمايل او تشيز او كابتشر هتلاقيه هو اوتوماتيك بيصور. وحتى لو بتصور فيديو مثلا انت ممكن تقول له ريكورد فيديو، هو هيبدأ يسجل الفيديو لوحده وانت بعيد. ودي حاجات مش منظره وخلاص، دي هتفرق معاك جدا لو انت مثلا عايز تحط التليفون في حتة بعيدة وتصور. ده طبعا لو انت معاك موديل غير الاس 23 الترا، لو معاك مثلا اس 23 العادي او البلس او حتى التليفونات التانية من الموديلات التانية في سامسونج. لكن لو انت معاك الاس 23 الترا طبعا تقدر عن طريق الاس بان بتاعه بالزرار اللي هنا تقدر تشغله كريموت وتصوره من بعيد. المود ده بقى مود جميل قوي، هو اسمه دايركتور مود، ان انت ممكن تصور فيديو بالكاميرتين مع بعض اللي قدام واللي ورا، واثناء ما انت مثلا شغال بتصور فيديو انت ممكن تنقل ما بين العدسات وبعضها. يعني انا دلوقتي ممكن انقل على العدسه الزوم او الزوم جدا اثناء ما انا شغال في الفيديو، وفي نفس الوقت انا طالع في العدسه اللي قدام، وممكن انقل نفسي خلال الفيديو مكان ما انا عايز اطلع مثلا العدسه اللي قدام دي هنا تبقى طالعه في الجزء ده. فالاوبشن ده حلو جدا جدا للناس مثلا اللي بتحب تعمل
فلوج مثلا، فهي عايزه تبين المكان اللي هي ماشيه فيه، وفي نفس الوقت عايزه تبان وهي شخصيا بتتكلم. نقطة كمان وهي كانت سخيفة بصراحة في الايفون، وهي انك لو بتصور فيديو فانت هنا ما كانش عندك زرار بوز تقدر توقف منه مؤقتا، يعني يا اما ستوب يا اما مفيش. لكن هنا انت عندك ستوب وعندك زرار للبوز تقدر توقف الفيديو. وكمان في خاصية السنجل تيك اللي بتخلي التليفون من فيديو واحد صغير كام ثانية يطلع لك كمية محتوى كتير قوي عن طريق الذكاء الاصطناعي او الاي اي، اللي بيتعرف على الحاجات المهمة في الفيديو ده ويطلعها لك لوحدها. واخر نقطة بقى، ودي للناس المحترفين في تصوير الفيديو، ودي تقدر تسميها الكريزة اللي على التورتة من فوق، وهي انك تقدر تشوف الهيستوجرام اثناء ما انت بتصور فيديو، وتقدر كمان تتحكم في الوايت بالانس وفي الايزو وفي الاكسبوجر، واستخدامك لانه مايك في التليفون اثناء التسجيل، مع امكانية انك تخلي المايك يعمل زوم مع زوم العدسة عشان تركز بالظبط انت بتاخد الصوت من انه حتة. حتى كمان امكانية انك ممكن تستخدم مايك خارجي اصلا اثناء تصوير الفيديو. فانت هنا بتتعامل مع كاميرا بروفيشنال كاملة، مش مجرد موبايل مديلك شوية اوبشنز في التصوير وخلاص. الكام نقطة اللي اتكلمنا عليهم في الآخر ملهمش علاقة قوي بقوة السنسور اللي موجود هنا في التليفون، على قد ما هم ليهم علاقة بالسوفت وير وجمال استخدامه. ودي هتبقى النقطة اللي هتكلم عليها في الفيديو اللي جاي، واللي هتكلم فيه عن الفرق في السوفت وير ما بين التليفونين دول وبعض. فاتأكد انك تكون عامل اشتراك في القناة ومفعل زرار الجرس عشان لما ينزل الفيديو ده يجيلك بيه نوتيفيكيشن وتتفرج عليه. يلا اشوفك في الفيديو اللي جاي. سلام.